نبدا قولي كيف كافة البشر باسم رحيم الرحمن، خالق كل شي مزيان، وصلات احلى النبي العامر، وجهه بضياء الجنان، وصحابه في كل زمان. يا بنت السلطان انا خديم وانت صاحبك بالشان، بيني وبينك بيبان زهرة دفلة في الكون قايمة، زينك شحال يبان مرار وعد بشبان، مسار كله فوحة بالعطار والباس. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم. أولا وقبل كل شيء كنشكر الناس الجدد اللي انضموا للقناة، نقول لكم مرحبا بكم. جيتوا العنوان المناسب في جعبتي، الكثير والكثير أقدمه لكم. كنشكر الناس اللي معايا من بدايتي حتى لدابا، الشكر الجزيل والتقدير، وكلمة شكر قليلة جدا في حقكم. اليوم بغيت نتقاسم معكم ديتوكس اللي هو كينقي الجسم من السموم، وايضا مفيد وغني بالفيتامينات. وقبل ما نبداو كعادتنا نصليو على الحبيب المصطفى عليه ازكى الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونبداو على بركه الله. فرجه ممتعه كما كتشوفوا عندي هنا شدوا القريوعات الصغيرين، شريتهم هنايا من شركه سميتها بول. بالنسبه للناس اللي عايشين هنا في هولندا غادي نحيد لهم الغلقات، نغسلهم نعقمهم، ومن بعد ان شاء الله نستعملهم. واللي ما عندوش هاد القريعه تقدري هذاك العصير ديال ديتوكس ايضا ديريه في قاروره كبيره وتحتفظي به في الثلاجه، وقت ما بغيتيه كتاخديه كتستعمليه. برتقال، الليمون او السيترون، زنجبير، الكركمه او الخرقوم، وملعقه صغيره من الابزار، الفلفل الابيض او الابزار الابيض. ليتس جو، يلا بينا.
هنا عندي القشره ديال البرتقال والقشره ديال الليمون كما شفتوني حكيتهم في بدايه الفيديو. درتهم فقط على ورق المطبخ، خليتهم ليله كامله الغد ديالو كتلقاهم ناشفين، ما يحتاجوا لا تدخلوهم في الفران ولا الشمس ولا حتى حاجه، فقط في المطبخ. وهذه هي النتيجه. تقدروا تحتفظوا بهم في قارورات الزجاجيه وتستعملوهم في الحلويات، في الياغورت، في التحليات، في عديد من الاشياء. تقدروا تستعملوا هاد القشره ديال الليمون والبرتقال عوض ما نلوحوها، نستفدوا منها. صراحه ما لحت حتى حاجه في هاد الاشياء اللي استعملت في الديتوكس، كلهم استعملتهم وكلهم استغليتهم ابشع استغلال. فحتى انتم ما تضيعوش، ان الله لا يحب المسرفين. الواحد يستعمل اشياء على قدر المستطاع وما يرميهمش. اما بالنسبه اللي درت هنايا دخلتهم الكونجيلاتور جمدوا، غادي نصاوب بهم ايضا اشياء اخرى. ما حامتش بزاف و رائع. القياس اللي في هذه القرعه هو اللي كاين هنايا. نجرب معكم وحده. تي 40 ملل تقريبا 3 المعالق كبار. اللي ما عندوش القرعه وما عندوش هاد العبار 3 المعالق كبار. هنا هادوك اللي درت في المجمد من بعد ما جمدوا غادي نحيدهم وغنحتفظ بهم في بلاستيكه اللي غادي نعاود نرجعها للمجمد وقت ما نحتاجها غادي نجبدها. غادي ناخذ واحد طرف صغير من هادو وغنزيد ليه الماء السخون وتقدري تشربيه كشاي غني فيتامين سي ومزيان ورائع، وحتى المذاق ديالو زوين. كما شفتوا درتو في هاد الصفايه هادي في الكويس. هاد الصفايه نخليه يرتاح ومن بعد غادي نشربو. والجزء الثاني هو انني ناخذ حليب البقر الطري وخديت فيه واحد الطريف وسخنته ايضا وتقدري تشربيه ايضا رائع في المذاق. جربوه وردوا عليا في التعليق كيفاش جاكم. هكا استعملت كل شيء واستغليت كل شيء وما رميت حتى شي حاجه وما درناش الاسراف. نتمنى الفيديو راق اعجابكم، استمتعتوا بالمشاهده، استفدتوا شي حاجه. شكرا لكم على المشاهده والمتابعه. يتجدد لقاؤنا ان شاء الله في فيديو قادم ان كان في العمر بقيه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تركتكم بين ايدي الرحمن ليرعاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.